أهلا بكم في نودي وأسماء. أنا نودي وأنا أسماء. معانا وصفة سهلة وخفيفة، لسان عصفور بالكبدة. هيكون طبق خفيف ينفع كوجبة غدا أو عشاء. أول حاجة هنبتدي بيها الكبدة. معانا ليمونة وفصين من الثوم ونص معلقة صغيرة من الكمون. هنعصر الليمونة على الكبدة. احنا هنا استخدمنا نص كيلو من الكبدة. طبعا الكبدة مش بنغسلها، وعلشان تبقى سهلة معانا في التقطيع احنا ممكن نفلزرها شوية تتماسك وبعدين نقطعها. هنخرج بذر الليمون. أول ما الزيت يسخن عندي وعلى درجة حرارة عالية وطاسة تكون واسعة، ننزل بالكبدة شوية شوية مش مرة واحدة. ده بيساعد ان الكبدة ما تنزلش سوائل كتير، وفي الأول ما نقلبش كتير في الكبدة. ننزل ب2 فص من الثوم وربع معلقة صغيرة من الكمون. نضيف معلقتين كبار من الخل. نضيف الملح. نسيب الكبدة لحد ما تاخد لون ونروح نكمل الوصفة. معانا بصلة وسط مبشورة، هنحمرها في الزيت. نتبل البصلة بالملح وربع معلقة من الفلفل. ادي البصلة بعد ما احمرت معانا هنحط عليها لتر من الشوربة او المية المتوفر عندنا، ونظبط ملحها نسيبها تغلي لمدة دقيقتين. بعد ما تغلي نطفي النار عليها. هنحمر نص كيلو من لسان العصفور في زيت او ممكن من غير زيت. اول ما يحمر ننزل بالكبدة بعد ما حمرناها واخدت لون. كده شوربة البصل جهزت، وده شكلها النهائي. بعدها ننزل بالشوربة، مش كل الشوربة، يدوب نغطيه، وأثناء التسوية نسقيه شوية شوية بالشوربة لحد ما يستوي علشان ما يعجنش ويطلع مفلفل معانا. نقلبه برضو كل شوية علشان ما يلزقش ويتحرق معانا من تحت. مش هنسيبه كتير، يدوب دقيقتين يغلي على النار، وبعدين نحطه في طاجن أو صينية فرن ونغطيه. مش بياخد معانا وقت في التسوية، بنحطه على حرارة 180، بياخد من تلت لنص ساعة. ده شكله النهائي بعد ما استوى، بيبقى مفلفل وطعمه حلو قوي وطبق خفيف. وصفتنا خلصت، بس إن شاء الله وصفاتنا اللي جاية مش هتخلص. فعلوا الجرس وتابعوا معانا كل جديد. بالهنا.